تاني حاجه الاخوان هنا عندك جوج ديال الطرق ديال الدفع. اول حاجه الحساب البنكي، تاني حاجه عندك دفع عن طريق الوسطاء. هاد الوسطاء الاخوان هما هادوك ديال وفاكاش اللي كتخلصوا فيهم الماء والضوء. اول حاجه غادي نشرح الطريقه ديال الحساب البنكي، ومن بعد غادي نشرح لكم الطريقه بالنسبه للي ما عندوش حساب بنكي وغادي يخلص عند وفاكاش ولا السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير ونتمنى تكونوا بصحه جيده، ومرحبا بكم في فيديو جديد. كيف ما شفتوا في العنوان الاخوان، في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على الوثائق المطلوبه لعمل جواز السفر او الباسبور، وغادي نتعرفوا ايضا على كيفاش تعمر وتخرج الاستماره ديال جواز السفر من الموقع الرسمي وتفاصيل اخرى. فاول حاجه الاخوان غادي نتعرفوا على شنو هما الوثائق المطلوبه لجواز السفر بالنسبه للاشخاص الراشدين. كما كتشوفوا معايا، استماره طلب الحصول على جواز السفر البيومتري معبأه وموقعه ومؤرخه من طرف صاحب الطلب. هاد الاستماره الاخوان ديال طلب الحصول على جواز السفر هي وثيقه اساسيه، وباش تعمرها وتخرجها من الموقع الرسمي غادي تحتاج واحد التمبر الكتروني، وهاد التمبر الالكتروني الاخوان كيدير 500 درهم. فقبل ما نكملوا الاخوان الوثائق المطلوبه غادي نمشي معكم خطوه خطوه، وغادي نوريكم كيفاش تخلصوا هذاك التمبر الالكتروني سواء عندك حساب البنكي او لا ما عندكش، ومن بعدها غادي نوريكم كيفاش تعمروا المعلومات ديالكم في الموقع باش تخرجوا هذيك الاستماره ديال طلب جواز السفر. ومن بعد غادي نكمل معكم وغادي نوريكم الوثائق اللي غادي تحتاجوا باش تدفعوا هذيك الاوراق ديالكم او الطلب ديالكم وفين غادي تدفعوهم. اول حاجه غادي نديروها الاخوان، غادي ندخلوا الموقع الرسمي ديال جواز السفر، غادي تلقاوه في اخر الصفحه. هذا هو الرابط الاخوان، غادي تضغطوا عليه مره واحده بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. هذا هو الموقع الرسمي ديال جواز السفر. اول حاجه الاخوان غادي تضغطوا على تعبئه الطلب بهذا الشكل هذا، ومن بعدها غادي تشوفوا معايا هنايا عندنا المراحل. المرحله الاولى هي هذاك التمبر الالكتروني اللي قلت لكم الاخوان. المرحله الثانيه انك تعمر الاستماره. المرحله الثالثه هي الوثائق المطلوبه، غادي نقولهم لكم ان شاء الله في هذا الفيديو. والمرحله الرابعه هي باش كتبقى تتبع الطلب ديالك فين وصل، باش كتشوف يعني واش قرب يوجد لك الباسبور او لا. اول حاجه الاخوان غادي نوريكم كيفاش تشريو هذاك التمبر. كما قلت لكم سواء عندك حساب البنكي او لا ما عندكش، غادي نشرح لكم الطريقات بجوج. اول حاجه الاخوان غادي تضغطوا هنا سواء عندك تليفون او لا بيسي، ماشي مشكل، بجوجهم يمكن لك تسجل بهم. ثاني حاجه غادي تضغط على اشتري طابعك الالكتروني عبر الانترنت بهذا الشكل هذا الاخوان كما كتشوفوا معايا، وغادي تحلك الموقع الرسمي ديال التمبر. اول حاجه الاخوان غادي تاكد هنا، غادي تشوف واش عندك تمبر باسبور، حيت كاينه بزاف ديال لي تمبر. غادي تاكد واش عندك طابع جواز السفر، غادي تضغط عليه بهذا الشكل هذا، وهنا غادي دير الكونتيت اللي باغي، يعني واحد ولا جوج ولا ثلاثه على حسب العائله اللي غادي تدفع. ومن بعد الاخوان غادي تضغطوا على اضافه الطابع بهذا الشكل هذا، وهي نزلت الاخوان كيف ما كتشوفوا معايا، وهذا هو الثمن ديالو، هي تمبر باسبورت 500 درهم. ثاني حاجه الاخوان هنا عندك جوج ديال الطرق ديال الدفع. اول حاجه الحساب البنكي، ثاني حاجه عندك دفع عن طريق الوسطاء. هاد الوسطاء الاخوان هما هادوك ديال وفاكاش اللي كتخلصوا فيهم الماء والضوء. اول حاجه غادي نشرح الطريقه ديال الحساب البنكي، ومن بعد غادي نشرح لكم الطريقه بالنسبه للي ما عندوش حساب بنكي وغادي يخلص عند وفاكاش ولا ويسترن يونيون ولا على حسب هادوك اللي كتخلصوا عندهم الضوء والماء. نبداو بالناس اللي عندهم الحساب البنكي وغادي يدفعوا بالحساب البنكي الاخوان. اول حاجه غادي تدخل هنا النمره ديال التليفون ديالك، وهنا غادي تعاودها، وهنا الايميل، وهنا تعاودوا عاوتاني نفس الايميل كتاكد به. فهمتوا الاخوان؟ الحاجه اللي كنوصيكم عليها النمره ديال التليفون تكون صحيحه والايميل يكون صحيح. فهمتوا الاخوان؟ حيت غادي يوصلنا فيه واحد الميساج، فاهمين؟ اذا الاخوان دخلوا رقم الهاتف بهذا الشكل هذا، غادي نعاودوه لتحت. هنا الاخوان غادي ندخلوا الايميل ديالنا بهذا الشكل، وهنا غادي نعاودو نكتبوه مره اخرى الاخوان بهذا الشكل هذا. ما غاديش يمكن لك دير كوبي الاخوان الجيميل، فكيحتموا عليك انك تعاودو باش يعرفوك زعما راه الايميل ديالك هذاك، وباش تحطوه هو نفسه. من بعد الاخوان ما كتكتبوا رقم الهاتف ديالكم والايميل ديالكم، كتجيو لهذا الكود هذا كتكتبوه هو نفسه. يعني الا كانت الحروف كبيره كديروها كبيره، كانت صغيره كديروها صغيره، فاهمين؟ يعني نفس الحروف اللي كتشوفوهم تما غادي تكتبوهم بحال هذا الشكل هذا. ومن بعد كتضغط على تاكيد الطلب بهذا الشكل هذا الاخوان، وكتسين واحد شويه. في هذه المرحله الاخوان غادي يوصلك واحد الكود في التليفون ديالك، غادي تدخلو هنا، فاهمين؟ ها هو نيت وصلني الكود الاخوان، غادي ندخلو 38 66 75 26 بهذا الشكل هذا الاخوان كيف ما كتشوفوا معايا، وكدير تاكيد، فاهمين؟ وكيف ما كتشوفوا معايا الاخوان بالنسبه للناس اللي عندهم الحساب البنكي غادي يطلع لهم بهذا الشكل هذا. يعني احنا اصلا الطريقه اللي شرحنا الاولى راه ديال الحساب البنكي. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الحساب البنكي غادي نشرح لكم حتى هما. وهنا الاخوان كتعمروا المعلومات ديالكم ديال لاكارت بونكير ديالكم. هنا كدير الاسم، هنا كدير النمره ديال اللي عندك في لاكارت بونكير، هنا كدير وقتاش غادي تسالى، وهنا كدير داك الكود فيريفيكيشن اللي كيكون مور سميتو مور لاكارت بونكير. وهنا كدير كونفيرمي،
ملي كتضغط على فاليدي الاخوان كيعطيكم واحد الريسيو، وخليكم معايا غادي نمشيو نشرحوا الطريقه للناس اللي ما عندهمش لاكارت بونكير الاخوان. بنفس الطريقه غادي ندخلوا على اطلب طابعك الالكتروني بهذا الشكل هذا، ومن بعد الاخوان غادي نديروا اشتري طابعك الالكتروني بنفس الطريقه. وبنفس الطريقه الاخوان غادي تختاروا هنا جواز السفر، هنا الكونتيتي، وهنا غادي دير اضافه الطابع بهذا الشكل هذا، ومن بعد غادي تنزل لتحت وغادي تختار بايمون باغ مولتي كانال بهذا الشكل هذا الاخوان. كما قلنا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش لاكارت بونكير، اما اللي عندهم لاكارت بونكير غادي يهنيو راسهم. فبالنسبه للناس اللي ما عندهمش حساب البنكي فقط غادي يدخلوا النمره ديال التليفون ديالهم بهذا الشكل هذا، ومن بعد غادي يكتبوا هذا الكود هذا كما قلنا قبل الاخوان، يكون نفسه بحال هكا، وكدير تاكيد الطلب بهذا الشكل هذا. ونفس القضيه الاخوان حتى هنا غادي يوصلكم واحد الاس ام اس في التليفون ديالكم، يعني في النمره اللي دخلتو، وإلا ما وصلكش كتعاود تكليك هنا باش كيرسلوا لك كود. كاين بعض المرات ما كيكونش الريزو ولا شي حاجه ما كيوصلكش داك الكود، الا ما وصلكش غادي تكليك هنا وغادي يصيفطوا لك كود اخر. فاهمين؟ هو ديجا وصلنا للكود الاخوان 86 45 36 بهذا الشكل هذا الاخوان، وغادي تضغطوا على فاليدي او تاكيد. ومن بعد الاخوان غادي يطلع لكم الريسيو بحال هكا، غادي ديروا تيليشارجي بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، وغادي تيليشارجي عندكم سواء في التليفون او في البيسي. وملي كتشارجي الاخوان غادي نحلوه بحال هكا كما كتشوفوا معايا، وهذا هو الريسيو الاخوان اللي كتشارجيو في التليفون ديالكم كما كتشوفوا معايا. هنا كيكون تاريخ الطلب، هنا كيكون رقم الهاتف ديالكم، وهنا كيكون الريفيرونس دو بايمون. هذا الريفيرونس الاخوان هو اللي كيتاكدوا منه ملي كتديها الوفا كاش، وكيطلبوا لك 500 درهم كتعطيها لهم، ومن بعد كيعطيوك ريسيو اخر وفيه داك الكود اللي غادي نسجلوا به ان شاء الله في الاستماره. يعني الاخوان الناس اللي ما عندهمش حساب البنكي كيديو هذه الوثيقه وكيمشيو عند اصحاب الوفا كاش او لا ويسترن يونيون، المهم فين كتخلصوا الموضوع، وكتعطيهم 500 درهم وكيعطوكم واحد الريسيو. وملي كتجيب هذاك الريسيو عاد كتمشي للموقع الرسمي ديال جواز السفر وكتعمر المعلومات ديالك باش كتخرج الاستماره. وهذا الشيء اللي غادي نديروه دابا. اول حاجه الاخوان غادي نديرو غادي نرجعوا للموقع الرسمي بهذا الشكل هذا. المرحله الاولى راه دوزناها هي ديال التنبيه الاخوان، والمرحله الثانيه هي اللي غادي نعمروا فيها المعلومات ديالنا باش نخرجوا الاستماره. غادي نضغطوا عليها بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، وهنا كتختار الفئه ديالك. الا كنتي من راشدون كتختار راشدون، كنتي من القاصرون يعني من 12 عام ل 18 سنه، او من القاصرون اقل من 12 سنه. هاد الشروط الاخوان غادي نشوفوهم من بعد ان شاء الله، كل واحد شنو كيحتاجوا فيه. فاهمين الاخوان؟ دابا غادي نوريكم الطريقه باش تعمروا الاستماره ديالكم. اول حاجه الاخوان كتدخلوا هذاك الكود تمبر. فبالنسبه للناس اللي خلصوا بلا كارت بونكير غادي يكون وصلهم واحد الريسيو وفيه كيلقاو واحد 16 رقم، هو هذا الكود تمبر كتدخلوه هنا. ونفس الشيء بالنسبه للناس اللي خلصوا برا، يعني عند اصحاب وفا كاش ولا كذا، كيعطيهم داك الريسيو وفيه غادي تلقاو داك الكود اللي فيه 16 رقم حتى هو كتدخلوه هنا، ومن بعد كتكمل المعلومات ديالك عادي. شنو هي هاد المعلومات؟ هما هادو الاخوان: رقم البطاقه الوطنيه ديالك، وهنا الاسم والنسب ديالك بالفرنسيه، وهنا الاسم العائلي بالعربيه، والاسم الشخصي بالعربيه. هنا الاخوان دات نيسونس او تاريخ الازدياد كدير اليوم وكدير الشهر وكدير السنه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الشهر والنهار كيديروا لا اتوفر على يوم وشهر الازدياد بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. فاهمين الاخوان؟ اما الا كنتي عندك شهر ونهار كتحيد هذا الكروشي ما كديروش وكتعمر المعلومات ديالك عاديه. هنا سكس يعني واش ماسكولين ولا فيمينان كدير. الا كنتي راجل كدير ماسكولين، كنتي فيمينان راه كدير فيمينان، هذه راه معروفه. وهنا الاخوان كدير ليو دو نيسونس فين تزاديتي اللي عندك في لاكارت غتحطها هنايا كيف ما هي. فاهمين؟ وهنا الباي دو نيسونس فين تزاديتي كتكتب الدوله ديالك فين تزاديتي. هنا النيميرو ديال التليفون ديالك اللي ديجا دخلتيه، وهنا الايميل ديالك. هاد المسائل هاد المسائل ديال الاخوان تكون مؤكده. فهمتوا الاخوان؟ تكون صحيحه ماشي يعني عشوائيه. وهنا لادريس بوستال. هاد لادريس الاخوان يكون كيف ما هو عندك في لاكارت، كيف ما هو بالحرف غادي تحطوه هنايا. فاهمين؟ تنقلوه تحطوه هنايا. هنا الفيل المدينه ديالك، وهنا البي بطبيعه الحال مروكو، وهنا الكود بوستال. الكود بوستال الاخوان ديال المدينه ديالك. الا ما كنتيش كتعرف كود بوستال كتمشي لجوجل بهذا الشكل هذا وكتكتب مثلا، نديرو مثلا كود بوستال قنيطره، كدير كود بوستال بحال هكا وكتزيد عليه المدينه ديالك بحال هكا الاخوان، وهنا كيطلع لك كود بوستال. فهمتوا؟ كتهز هذاك الكود كيف ما هو وكترجع تحطو هنا في الكود بوستال، وهنا كدير البي موروكو، ومن بعد كتدخل هذا الكود هذا كيف ما هو هنايا، ومن بعد كدير تاكيد. ملي كدير تاكيد كيعطيك تيليشارجي الاستماره ديالك. وملي كتشارجي هذه الاستماره يلا دابا نتعرفوا على شنو هما الوثائق اللي كتديهم مع ديك الاستماره باش كتمشي تدفعهم وفين كتدفعهم. فاهمين الاخوان؟ غادي نرجعوا للمقاله ديالنا الاخوان وغادي نمشيو للوثائق المطلوبه. كما كتشوفوا معايا دابا الاستماره خرجناها، هذيك فاريناها معاك كما كيقولوا. كتدي معاك نسخه من البطاقه الوطنيه للتعريف، يعني الفوتو لاكارت ناسيونال ديالك فوتوكوبي منها وتكون ساريه الصلاحيه، يعني ماشي تكون بقات لها شي 6 شهور ولا شي حاجه راه ما غاديش يقبلوها منك، يعني مازال ما تفواش. فاهمين الاخوان؟ هنا صورة فوتوغرافيتان للتعريف، يعني كتدي معاك جوج تصاور بحال ملي كتمشي عند المصور كتقول ليه بغيت تصاور ديال الباسبور. الخلفيه كتكون زرقاء او رماديه، والحجم ديالها كيكون 35 على 45. فهمتوا الاخوان؟ وهنا الادلاء بجواز السفر القديم. الا كان عندك مثلا شي باسبور قديم كتديه معاك في يدك،
فاهمين؟ اما الا كان تسرق لك او لا ضاع لك كتدير لهم شهاده تصريح بالضياع او السرقه. ودابا ندوزو للوازم المطلوبه بالنسبه للقاصرين من 12 حتى ل 18 سنه. فاهمين الاخوان؟ الاستماره نفسها يعني بحال ديال الراشدين بحال ديال القاصرين بحال الاخوان فاهمين. كتدير نسخه من البطاقه الوطنيه الا كانت عنده. المهم الاخوان هاد المعلومات هادي دخلوا هاد المقاله غادي نخليها لكم في الوصف باش تعرفوا المعلومات كامله. ما بغيتش نطول عليكم الفيديو ونبدا نقرا عليكم الاخوان، غادي نخلي لكم هاد المقاله دخلوا قراوها بشويه عليكم وتعرفوا الوثائق اللي كتحتاج لا للقاصرين ولا من 12 عام 18 عام. فاهمين الاخوان؟ غادي ننزلوا لتحت الاخوان غادي نلقاو مراحل التسجيل. هاد المراحل الاخوان كاملين دوزناهم يعني شفناهم في الفيديو كيفاش يعني تخلص التمبر وكيفاش تعمر الاستماره ديالك. ودابا جا وقت تقديم الطلب. كما قلنا الاخوان بالنسبه لتقديم الطلب كتوجد الملف ديالك اللي فيه الوثائق اللي قلنا قبل وهذيك الاستماره ضروريه. فبالنسبه للمغاربه المقيم بالمغرب يجب تقديم الطلب في الملحقه الاداريه او القياده مقر سكن صاحب الطلب. يعني في البلاصه اللي كتاخذ منها لي زيكستري او العقود الزياد هي اللي كتمشي تحط فيها الملف ديالك. وبالنسبه للناس اللي مقيمين خارج المغرب يجب تقديم الملف لدى بعثات الدبلوماسيه والمراكز القنصليه للمملكه بالخارج. اما الا كانوا كيتواجدوا في المغرب الاخوان غادي يحطوه في الملحقه الاداريه او القياده التابعه لها مقر اقامه صاحب الطلب. وهذا الشيء اللي كان الاخوان كان هذا هو الموضوع ديال الفيديو ديال اليوم. كنتمنى يكون عجبكم وكنتمنى تكونوا استفدتوا منه. ما تنساش لايك تشترك في القناه الا كنتي مازال ما اشتركتيش وتخلي لي شي تعليق محفز وتبارطاجي الفيديو مع اصحابك باش كلشي يستافد. كنتمنى لكم التوفيق. تهلاو لي في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد.